يا خبر اسود ومنيل، وانا هقول لجمهور الاهلي ازاي على الكارثه بتاعت ماتش انبي اللي في كاس الرابطه ده. بصراحه كده انا عندي لكم خبرين، خبر حلو وخبر وحش. خير انسحبنا من الماتش ده كمان ولا ايه؟ قول لي ايه هو الخبر الوحش وفرحني في الاخر بالخبر الحلو. لا الماتش هيتلعب باذن الله، بس عندنا شويه غيابات بسيطه كده في الخط بتاع الدفاع وحراسه المرمى. يعني عندك الشناوي مش موجود، ولا مصطفى شوبير، ولا يحيى عطيه الله، ولا رامي ربيعه، ولا اشرف داري، ولا كريم الدبيس. مش مشكله خط الدفاع، اهم حاجه خط الوسط. طول ما خط الوسط كويس احنا في الامان. لا ما تقلقش، خط الوسط في امان. عندنا شويه غيابات بسيطه في مروان عطيه واحمد نبيل كوكا. مش مشكله خط الوسط، اهم حاجه خط الهجوم. طول ما الهجوم بخير احنا بخير. لا احنا احسن هجوم طبعا ما تقلقش، بس غايب من عندنا حسين الشحات وطاهر محمد طاهر واشرف بن شرقي وجراداشار ووسام ابو علي. بس بتقولها كانها عادي. طب ما كده ده احنا ما عندناش مهاجمين. هو ده الخبر الواحد الوحش؟ قول لي بقى ايه هو الخبر الحلو. امسك نفسك يا سيدي. الخبر الحلو انه رسميا علي معلول موجود في قائمه الاهلي اللي هتواجه انبي. بتتكلم بجد؟ علول ورجع تاني للقائمه؟ يا ده كان وحشني قوي. شفت كل الغيابات اللي انت قلت عليها دي؟ اهو علي معلول ده بعرفتهم كلهم. وانتوا اكتبوا لي في الكومنتات توقعاتكم لماتش الاهلي وانبي، اكتبوا لي يلا.